الأمير طلال بن عبد العزيز يؤكد أنه لم يهنئ أخاه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز بتعيينه وليا لولي العهد. أعلن الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله أنه لم يهنئ أخاه الأصغر الأمير مقرن بن عبد العزيز بتعيينه وليا لولي العهد. وقال الأمير طلال في تغريدة له نشرها عبر تويتر: تلقيت اليوم رسالة شكر من سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز يشير فيها إلى تهنئتي له بتعيينه وليا لولي العهد، وحيث أنني لم يسبق لي أن هنأته فقد لزم التنويه، ورأى أن في قرار تعيين وليا لولي العهد تجاوزا، وأضاف: موقفي يقضي بضرورة البعد عن التجاوز الذي يؤدي إلى الفرقة ثابت، كما أعلنته في 23 من كانون 2 يناير 2012 ولن يتغير. وكان الأمير طلال وهو أبرز الأمراء من أولاد الملك عبد العزيز الذي يطالب بإصلاحات دستورية وإدارية في حكم السعودية قد أعلن ضمنا في تغريدة له يوم 13 من كانون 2 ألا طاعة له لأحد غير الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في تأكيد جديد لمعارضته تعيين وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد. وقالت مصادر مقربة إلى الأمير طلال أن عدم تهنئته أخاه الأمير مقرن بن عبد العزيز بتعيينه ليس اعتراضا على شخص أخيه، إنما اعتراض على مبدأ تعيين ولي لولي العهد، وأنه يرى في ذلك تجاوزا مستمرا لنظام هيئة البيعة الذي اتفق عليه أمراء العهد.